ادي فرانسيس مش هيكمل كتير فرانسيس بالشكل ده. بره الملعب رمي التماس لم يقنع احد، يعني هي المشكله انه لم يقنع احد، والمشكله انه دائما هناك مقارنه مع نجم اخر اجنبي اسمر افريقي كبير يدعى فلافيو امادو. من ينسى فلافيو في الشباب السعودي الان فلافيو، لكن بعد ما سطر لنفسه تاريخ ذهبي مع النادي الاهلي ومع طبعا العبقري جوزيه. خارج الملعب ورمي التماس، لكن في اصابه لفرانسيس فوركي، وقع على الارض فرانسيس، لكن لاعب قوي فرانسيس، عضلاته قويه ما شاء الله، رغم ان البعض شكك في هذه العضلات. السنه اللي فاتت كان اتقال كلام ان هي نفخ. هيستأنف اللعب برمي التماس للنادي الاسماعيلي، لكن اكيد لا، ضربه مرمى للنادي الاسماعيلي هيلعبها محمد صبحي. تتلعب الكرة عالية، جودوين وتسديده، احمد عادل رائع. احمد عادل رغم ان الكرة مفاجأة ورغم ان هي قوية من احمد علي، لكن احمد الاخر احمد عادل كان مستعد وجاهز وبالمرصاد تماما. تسديدة قوية من احمد علي يرد بيها على فرصة محمد طلعت الضائعة منذ قليل. ادي التصليحة من جودوين ثم التسديدة من احمد علي وانقاذ رائع من احمد عادل عبد المنعم. كرة امامية ثانية ومرور، جودوين مر بمهارة لكن مش سايبه ده فتحي، توصل لشهاب، محمد شوقي، محمد بركات تم قيده في القائمة الثانية. محمد شوقي طبعا رجع شوقي ورجع حسام غالي. والانطلاقة لشكري ناحية اليمين، لكن بيلعب برجله الشمال. ادي شكري لعبها فعلا برجله اليمين، لكن يقطعها شادي، تصل لمحمد سليمان الشهير بحمص، لكن تمريرة غلط. تسديدة من ايمن اشرف قوية جدا من ايمن اشرف، قوية جدا بالقدم اليسرى، لكن محمد صبحي صاحي تماما، يطير ويطلع الكرة وينقذها الى ضربة ركنية. بدأت بهدوء، بدأت المباراة وبدأ الشوط الثاني ياخد ايقاعه وياخد ايقاع الشوط الاول اللي تعودنا عليه مع الفريقين الكبيرين. محمد بركات يلعبها الى ايمن اشرف عرضية، لكن ما لفتش معاه زي ما كان عاوز، تصل سهلة لمحمد صبحي، يلعبها يبدأ الهجمة ناحية الشمال لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد لجودوين وتمريرة لكن مقطوعة من شريف، خلصها كويس شريف، ما لعبش مع جودوين طبعا شريف لانه اتنقل للنادي الاهلي قبل ما جودوين يجي النادي الاسماعيلي ينضم للاسماعيلي. استلام وحش من محمد طلعت، طولت الكره وضاعت، جودوين يقطع يلعبها جميله ناحيه اليمين في مساحه فاضيه ورائعه جدا لاحمد علي، احمد علي عبد الله السعيد، واحمد علي ياخد مكان لكن في تسلل على محمد سليمان حمص صاحب الهدف التاريخي لمنتخب مصر في شباك بوفون، في شباك الاتزوري المنتخب الايطالي. محمد حمص كان متسلل فعلا. واحد 31 سنة حمص دلوقتي ما شاء الله، ولسه امامه لسه قدامه كتير. حمص من اللاعبين اصحاب الاخلاق الرفيعه جدا، ما عملش مشكله، ما تسمعش انه عمل اي مشكله لا مع منافس ولا في النادي ولا مطالبه، ما فيش، يعني مركز في الكوره، حافظ على نفسه ما شاء الله. نتمنى له التوفيق باذن الله والاستمرار لاطول فتره ممكنه في الملاعب مع النادي الاسماعيلي. ضربه ركنيه تلعب لايمن اشرف، ايمن استلام وفرصه ثاني، التعادل يضيع من شكري، قدم شكري اليسرى كادت ان تاتي بالتعادل للنادي الاهلي، لكن الكره تمر بجوار القائم الايسر. ادي احمد شكري البديل اللي شارك في الشوط الاول على حساب جده، كره ايمن اشرف يصطادها شكري وسط حراسه مدافع الاسماعيلي ويسدد في اتجاه المرمى، لكن يدوب بجوار القائم. حظ وحش شكري لانه عمل في الكوره مجهود كبير، عمل فيها شغل كويس، الاستلام والمرور والدوران بعد ذلك ثم التسديد بقدمه اليسرى، لكن
كانت تحتاج دقة أكبر. ادي الكورفا نورد او المدرج الشمالي اللي هناك ده مدرج جمهور الالتراس الاسماعيلاوي، وهناك الالتراس الاهلاوي. نتمنى ان يلتزم كل جمهور بتشجيع فريقه دون اساءات للفرق الاخرى. مطلوب الحماس الجماهيري، مطلوب، والانتماء طبعا، لكن الانتماء شيء والتعصب الأعمى شيء آخر. أحمد صديق رمي تماس نادي الأهلي. 60 دقيقة في هذه المباراة، ساعة في القمة المصرية ذات النكهة الأفريقية في دوري الأبطال الأفريقي. وما زالت نفس نتيجة الشوط الأول مستمرة، تقدم الإسماعيلي 2-1. والأهلي لسه بيحاول. ادي المعتصم، أثيرت ضجة أيضا قبل بداية الموسم، معتصم سالم وانتقاله سواء للأهلي أو للزمالك، وفي النهاية استقر في الإسماعيلي وكمل الموسم معاهم. زي ما قلت هذا الموسم الإسماعيلي لديه أمل كبير في المنافسة على بطولة الدوري المصري. ، 12 بطولة مصرية في دوري الأبطال الأفريقي، و17 مباراة نهائية. 12 بطولة لأندية مصر، بداية من الإسماعيلي بطولة 69، لكن النهائي كان في يناير 70. وطبعا الأهلي 6 بطولات، الزمالك 5 بطولات. سيشارك الموسم القادم أيضا الزمالك في هذه البطولة في دوري الأبطال الأفريقي بعد ما احتل المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف النادي الأهلي حامل اللقب والمدافع عن اللقب هذا الموسم. تصل الكرة لأحمد عادل عبد المنعم. مباراة هدأت من جديد في آخر 29 دقيقة في هذا اللقاء. هل يرضى الأهلي بالخسارة في ختام مباريات المجموعة؟ بنفس النتيجة اللي فاز بيها على الإسماعيلي في الدور الأول أو في مباراة الذهاب. شريف عبد الفضيل، تتلعب أمامية لكن أطول من اللازم خارج الملعب. رمي التماس ما يلحقهاش شكري. جمهور النادي الإسماعيلي في مقصورة استاد الإسماعيلية. طبعا حسني بالمناسبة، حسني عبد ربه في ألمانيا، والأخبار إنه يعني الحمد لله اطمن على العملية والعودة للكرة ستكون في يناير القادم إن شاء الله. نتمنى أيضا العودة لكل المصابين، عمر جمال وعمر السولية، وفي النادي الأهلي طبعا أحمد حسن. العودة سريعا بإذن الله. ادي مارك فوتي الهولندي، 50 سنة، من انشخيدا، لعب في فاينورد ودين هاج واعتزل سنة 86. مارك فوتا وتاريخه التدريبي جيد، ودي ليست الولاية الأولى لمارك فوتا على فكرة مع الإسماعيلي، دي الولاية الثانية. ودرب دين هاج وليسي وأوتريخت. دين بوش منتخب هولندا 21 سنة. فيلم جاء الإسماعيلي في 2006 ثم رحل في ظروف غامضة إلى فالفيك، ثم الأهلي القطري، ثم ساوثهامبتون الإنجليزي، وعاد من جديد إلى الإسماعيلية هذا الموسم. حسام البدري وهادي خشب في متابعة للقاء. وبالتأكيد في حالة من عدم الرضا عن النتيجة على الأقل، لأن أداء الأهلي في الشوط الثاني، لا الأهلي أفضل في الشوط الثاني
لكن اللمسه الاخيره وانهاء الهجمه امام المرمى تحتاج دقه اكبر من اللاعبين. شفنا كره طلعت ثم كره شكري بنفس الطريقه تقريبا في نفس الزاويه وبجوار نفس القائم، وفرصتين للتعادل ضاعوا من النادي الاهلي، وكل البدلاء زي ما احنا شايفين خلف مرمى الاسماعيلي، خلف مرمى النادي الاهلي بيجروا عمليات الاحماء. كل بدلاء النادي الاهلي طبعا، ممكن غدار، ممكن اسامه حسني، ممكن واحد من دول يشارك. ادي الكوره احمد عادل، يعني هل هيغامر كابتن حسام البدري بفضل؟ هنشوف. عبد الله السعيد مر بمهاره يا ولد، لعيب كبير. عبد الله السعيد كان غاب طويلا للاصابه، سوء حظ كبير. عبد الله السعيد سوء حظه مع الاصابات. ادي كره وشريف عبد الفضيل يغلط، شريف عبد الفضيل واحمد عادل يصحح غلطه شريف عبد الفضيل اللي ساب الكره تنط وكانت في منتهى الخطوره، وصلت لاحمد علي اللي اطلق صاروخ بقدمه اليسرى، لكن احمد عادل ادي شوف الغلطه. شريف عبد الفضيل هل اعتمد ان في حد وراه ولا اعتمد على التسلل ولا ساب الكره ليه بهذه الطريقه؟ في النهايه تسديده احمد علي تجد احمد عادل عبد المنعم للمره الثانيه او الثالثه يمنعه. شوف حسام البدري وانفعاله. احمد عادل يمنع احمد علي للمره الثانيه او الثالثه في هذه المباراه من تسجيل اهداف، لكن طبعا في الدقيقه 36 لم ينجح في منعه من تسجيل الهدف الثاني للنادي الاسماعيلي. ادي الشريف وادي احمد علي، ركنيه للنادي الاسماعيلي. فترة للراحة للاعبين، فترة لتبادل الاحاديث زي ما احنا شايفين بين شوقي وشكري وبركات، وبيتابعهم شهاب بيهز راسه اهو. شهاب متابع الموضوع وبيسمع شريف عبد الفضيل، والطريف ان جودوين واقف هيسمع لكن مش هيفهم حاجة طبعا. جودوين الحديث بيدور باللغة العربية بين لاعبي النادي الاهلي. عبد الله السعيد بالفعل اثبت انه عاد بقوة. ادي الكورة عرضية تاني، لكن احمد عادل عبد المنعم بثبات ومن مرة واحدة، والأجمل انه حاول يبدأ الهجمة لكن الكرة خرجت لرمي التماس. التبديل للإسماعيلي عبد السلام بنجلون اللاعب المغربي. بنجي يستعد للمشاركة الآن. هيخرج عبد الله السعيد بعد المجهود الكبير اللي بذله في هذه المباراة. بالفعل تبديل مارك فوتا في توقيته الصحيح وفي مكانه تماما. عبد الله السعيد عامل مباراة جيدة جدا، لكن مجهود كبير بذله في هذا اللقاء يحتاج للتنشيط، وعبد السلام بنجلون هو افضل منشط وافضل بديل في هذه اللحظة وفي هذا التوقيت بالذات لمارك فوتا النادي الاسماعيلي. ده الحكم الرابع على فكرة، جنوب افريقيا ايضا لكن من مسلمي جنوب افريقيا اسمه باسط ابراهيم. ويخرج عبد الله السعيد ويشارك بنجي. الصفقة الاسماعيلوية الجديدة هذا الموسم. يعني هو الحقيقة ان الاسماعيلي في بداية هذه البطولة ما كانش لسه دعم صفوفه. هو فعلا زي ما تساءل الزميل هشام الخلصي في الاستوديو، البطولة بتبدأ بدري جدا، والبطولة مواعيدها لا تتناسب ابدا مع فرق يعني افريقيا، فرق الشمال. البطولة مواعيدها تتناسب مع فرق افريقيا السمراء، فرق ما تحت الصحراء اللي بطولات الدوري